4 أصحاب على الطريق قابلوا تريلا ملعونة بتستخدم المسافرين اللي بتقبض عليهم كوقود علشان تغذي الموتور الشرير بتاعها. أهلا وسهلا يا جماعة، منورين. النهاردة هنلخص فيلم رعب رود كيل 2010. صلي على النبي ويلا بينا. بيبدأ الفيلم في وسط صحراء استراليا. 2 أصحاب كريج ونينا قاعدين يخيموا مع بعض، ومعاهم أصحابهم ماركوس وليز. الاتنين عندهم لحظة رومانسية، وإليسا بتطلب من ماركوس إنه يتقدم لها، لكن الشاب مش باين عليه إنه مهتم بالموضوع أصلا. بعد ما قضوا الليلة في وسط الصحراء، الأربعة قرروا يرجعوا على الطريق تاني علشان يدوروا على مناظر جديدة يستكشفوها. أثناء ما هم ماشيين، كريج شاف في المراية تريلا ضخمة معروفة باسم قطار الأسفلت. نينا عمرها ما شافت تريلا زي دي قبل كده، فخطيبها ساب التريلا تعدي علشان هي تقدر تشوفها من قريب. لكن لما التريلا قربت منهم، السواق بتاعها زود السرعة في اتجاه ال4 شباب. الشباب خافوا ان التريلا هتصدمهم، لكن قبل ما يصدموهم بمسافة صغيرة، السواق غير اتجاه التريلا وراح في حال سبيله. اللي كان ممكن يبقى لحظة متعة كان هيتحول لحادثة مروعة، وكريج ما كانش عاجبه الموضوع ده خالص، فقرر يتجاوز التريلا الضخمة اللي بتحاول تمنعه من المرور. لكن كريج كان أسرع. ليز استغلت الفرصة علشان تشتم سواق التريلا، لكن ده طلع قرار وحش لأن قطار الأسفلت بدأ يزود السرعة في اتجاههم. كريج حاول يوصل بأقصى سرعة، لكن التريلا لحقتهم وبدأت تصدم في مؤخرة عربتهم. أصحابه قالوا له إنه يغير اتجاهه، لكن لأن العربية كانت بالسرعة القصوى، لو غير اتجاهه ممكن يتقلب. للأسف العربية اتقلبت فعلا لما التريلا صدمتها من ورا. خرجوا من على الطريق بشكل مفاجئ. لحسن الحظ ال4 أصحاب نجوا من الحادثة، لكن كريج اتصاب بجروح خطيرة في دراعه، والعربية اتدمرت تماما. ووقت ما ماركوس حاول يهدي ليز، نينا جابت شنطة الإسعافات الأولية ولفت دراع كريج علشان توقف النزيف. المشكلة إنهم محتاجين يروحوا المستشفى في أسرع وقت ممكن علشان الجرح ما يعملش غرغرينة، ومفيش حد قريب منهم ممكن يساعدهم. لكن لما بصوا قدامهم، شافوا التريلا اللي سببت الحادثة واقفة في وسط الطريق. ليز قررت تروح هناك علشان تاخد حقها من السواق وتطلب مساعدة لكريج، وماركوس راح معاها. وبعد ما مشوا شوية وصلوا لقطار الأسفلت اللي لسه واقف في وسط الطريق، وباب السواق مفتوح. قرروا يبصوا من قريب، لكن لما وصلوا للكابينة مفيش حد جوه، والكونتاكت كان متساب في وضع الستارت. رغم انهم اتضايقوا من الموضوع ده، لكنهم قرروا يستكشفوا العربية اكتر. في الوقت ده كريج ونينا ظهروا علشان يشوفوا ايه اللي بيحصل. في الوقت ده كريج بدأ يبص بعناية للتريلا، واللي عليها تمثال صغير لسيربروس، الكلب اللي ب3 رؤوس. بشكل معين الصورة أثرت في الشاب كأنها سحرته، وما قدرش يبعد نظره عنها لحد ما نينا نادت عليه ورجعته للواقع. كريج مش عارف يشرح الإحساس الغريب اللي حس بيه لما بص للعربية، لكن قبل ما يقدر يتكلم سمعوا أصوات طلقات نار من بعيد. خافوا إنها تكون من سواق التريلا، وشكوكهم طلعت صح لما شافوا شخص جاي يجري ناحيتهم وكمان معاه مسدس في إيده. من غير أي اختيار تاني، ال4 أصحاب دخلوا التريلا، وماركوس مسك الدركسيون. الشخص حاول يمنعهم وبدأ يطلق النار عليهم، لكن ماركوس قدر يشغل العربية ويزود السرعة ويبعد عن المكان. بعد ما هربوا من المطارد، قرروا يكملوا في طريقهم لحد ما يوصلوا لأقرب مدينة. لكن بعد ما مشيوا شوية، الراديو في التريلا اشتغل لوحده وبدأ يشغل موسيقى خلتهم كلهم يناموا بشكل غريب. قطار الأسفلت أخدهم في الطريق لوحده وهم كلهم لسه غايبين عن الوعي. لكن لما صحوا أخيرا، لقوا نفسهم بره الطريق الرئيسي في طريق ضيق من غير ما يقدروا يرجعوا. ماركوس حاول يرجع بالتريلا للخلف، لكن العربية ما كانتش بتتحرك وما فيهاش بنزين. أثناء ما هم بيفكروا في حل، ليز قالت إنها شافت كوخ قريب من الطريق، واقترحت إنهم يروحوا هناك علشان يطلبوا المساعدة. ماركوس راح معاها تاني، لكن لما البنت حاولت تقرب منه، الشاب رفضها تاني. ليز سألته ليه بيعمل كده من أول الرحلة، وماركوس قال لها إنه اكتشف إنها خانته مع كريج. هي اعتذرت، لكن ماركوس رفض لأنها حافظت على السر ده، إنما كريج قال له الحقيقة دي قبل كده. رغم التوتر بينهم الاتنين قرروا يتفرقوا عن بعض، وليز هتروح لوحدها الكوخ علشان تطلب المساعدة. في الوقت ده نينا قلقانة على صحة كريج، وقررت تدور في كونتينر الشحن على حاجة ممكن تساعدهم في تحريك التريلا، لكن الكونتينر كان مقفول. قررت تشوف إذا كان تانك البنزين فاضي ولا لأ. لما بصت جوه، لاحظت إن التانك باين عليه إن ما كانش فيه بنزين أبدا من زمان، ومع ذلك التريلا أخدتهم في الطريق. استغربت من الموضوع ده وراحت تشوف جوه تانك البنزين، لكنها اندهشت لما لقت خرطوم غريب متوصل بالموتور. ولما شدت الخرطوم، لقت سائل أحمر لزج متوصل بالموتور مكان البنزين. نينا حاولت تدور على مصدر السائل الغامض ده وجاي منين، لكن بعد ثواني كريج خرج من الكابينة وبدأ يتصرف بشكل غريب. نينا اعتقدت إن النزيف في دراعه هو السبب في الهلوسة اللي بتحصل له. حاولت تعتني بيه بأفضل طريقة ممكنة، لكنهم سمعوا صوت طيارة بتعبر المكان.
نينا سابت كريج في الكابينة وراحت تحاول تعمل إشارة نار على الأرض علشان الطيارة تشوفها وتساعدهم. حاولت تعمل اتصال، لكن جوه التريلا خطيبها كان لسه بيهلوس بصورة مزعجة في دماغه. قدامه على طول الكلب اللي ب3 رؤوس من تمثال العربية، لكنه ظهر في نسخة حقيقية. كمان الهلاوس كانت بتدعوه انه يدخل الكونتينر، ولما حط ايده جوه كريج لقى المفتاح اللي بيفتح حجرة الشحن وهو لسه تحت تأثير الرؤية. الولد راح للكونتينر من غير ما نينا تلاحظ. لما وصل قدر يفتحها بالمفتاح ودخل جوه، لكن بعد ثواني سمعوا صرخات ألم من بره. بعيد عنهم ماركوس كان ماشي على الطريق وهو خلص كل المية اللي معاه وتعبان من الحر، لكن ده مش كل حاجة. شاف شخص بيقرب منه شبه سواق التريلا اللي سرقوها. ماركوس هرب بأقصى سرعة ممكنة، لكن الشخص بدأ يطارده وبدأ يطلق عليه النار لما خرج من الطريق وراح ناحية الحقل. ماركوس شاف كوبري مكسور واستخبى تحته وبيحاول يضلل السواق. في الوقت ده ليز كانت لسه بتدور على الكوخ ولقت نفسها متحوطة بالصحراء. بعد ما مشيت كتير جدا أخيرا لقت الكوخ، لكن باين عليه إنه مهجور من سنين. برضه البنت دورت على حاجة تشربها ولقت علبة مقفولة فوق رف. من غير تردد فتحت العلبة وشربت اللي جواها. كان طعمه غريب، لونه شبه السائل الأحمر اللي نينا لقيته في تانك البنزين. بعد ما شربت أول رشفة ليز ما قدرتش توقف عن الشرب، وفي نفس الوقت رؤى كريج عن سيربروس بدأت تضايقها. الأمور ما كانتش سهلة للبنت، لكن بالنسبة لماركوس الوضع بقى أسوأ بكتير. حتى بعد ما استخبى تحت الكوبري السواق لقاه وهدده انه هيضربه بالنار. ماركوس حاول يقاوم ويضرب السواق، لكن مجهوده كان من غير فايدة واتقبض عليه من الشخص اللي بيشاور عليه بالمسدس. لكن بدل ما يقتله السواق غير اتجاه المسدس. بعدين سمعوا صوت ضرب نار على الطريق ومصير ماركوس بقى مجهول. صديقه كريج خرج من حجرة الشحن، كان لسه بيتصرف بشكل غريب وباين عليه انه ملبوس من التريلا. في الوقت ده نينا لاحظت ان كريج مش باين في الكابينة وخرجت تدور عليه حوالين التريلا، لكنها ما قدرتش تلاقيه. رجعت للتريلا ولقت ليز اللي رجعت برضه بعد ما لقت الكوخ، لكنها ما لقتش فيه حاجة مفيدة. نينا اقترحت ان هما الاتنين يدوروا على المساعدة في مكان قريب، لكن ليز رفضت وقالت انهم لازم يشغلوا التريلا ويمشوا. نينا وافقت والاتنين دخلوا الكابينة. لما بصوا في المراية شافوا حد بيقرب منهم، هدومه شبه هدوم السواق اللي بيطاردهم، لكن الشخص ده طلع ماركوس اللي بقى زي كريج باين عليه انه ملبوس. قرر يهاجمهم، دخل الكابينة ومعاه المسدس وأمر البنات ينزلوا من التريلا. الاتنين اضطروا يطيعوه، وبعد ما اتقبض عليهم ماركوس هدد انه هيطلق النار على ليز وسط حالة الذعر. الاتنين اتوسلوا علشان حياتهم، وحظهم الحلو ان ده خلى ماركوس يرجع لوعيه. الشاب هو اللي حاول يهديهم، لكن بعد كده وجه مسدسه ناحية التريلا. زي كريج وليز دلوقتي ماركوس كمان كان بيشوف هلاوس مزعجة عن الكلب اللي ب3 رؤوس. بدأ يضرب النار على كبوت التريلا، لكن لأن التريلا هي فرصتهم الوحيدة للهرب نينا أخدت مفتاح فرنساوي كان على الأرض وضربت ماركوس اللي فقد الوعي. بعدين هي وليز حملوه لحد شبكة حديد تحت حجرة الشحن وربطوه هناك علشان الأمان. الاتنين شكوا إن قوة خطيرة بتتحكم في ماركوس، ومن غير أي إشارة من كريج الاتنين رجعوا للكابينة علشان يحاولوا يشغلوا التريلا. المرة دي العربية الضخمة أخيرا اشتغلت، والاتنين قرروا يرجعوا بالتريلا للخلف علشان يخرجوا من المكان. لكن كريج ظهر قريب من التريلا ولقى ماركوس واللي رجع لوعيه بسرعة وشاف نفسه غلطان. كريج ساعده وفكه، وماركوس قال ان في حاجة غلط في التريلا. مش بس كده، السواق اللي واجهه كان ملبوس والشاب ما عندوش خيار غير انه يقتله بالمسدس. لكن كريج ما ظهرش متأثر بالموضوع وقال انهم لازم يروحوا ورا البنات علشان يخرجوا من المكان. ماركوس وافق، لكن حس ان في حاجة غريبة في تصرفات صديقه وسأله اذا كان كويس. كريج قال له انه كويس وما فيهوش حاجة، وعلشان يثبت له اتحدى انهم يتخانقوا مع بعض. وحتى مع دراعه المجروح لسه عنده قوة انه يكسبه. رغم تصرفاته الغريبة ماركوس وافق، والاتنين بدأوا يتبادلوا اللكمات. الاتنين كانوا بيستمتعوا في الأول، لكن بعد كده كريج ضرب ماركوس بكوعه في وشه وبعدين ضربه في ركبته. بسبب الهجوم المفاجئ ده ماركوس فقد السيطرة على نفسه في نفس الوقت اللي البنات كانوا بيرجعوا بالتريلا من غير ما يعرفوا ايه اللي بيحصل وراهم. وكريج استغل الفرصة بعد ما شال الضمادات وكشف عن دراعه اللي اتصلح بشكل غريب، سحب ماركوس ناحية العجلة الخلفية للتريلا. الشاب حاول يقاوم لكنه كان ضعيف جدا، لكن في الآخر دماغه اتدمرت من عجلات قطر الأسفلت. في الوقت ده نينا لاحظت ان التريلا بتتحرك ببطء وراحت تشوف إذا كان في حاجة غلط، لكنها اترعبت لما لقت جثة ماركوس اللي من غير راس. ليز ظهرت بعدها على طول وما قدرتش تتحكم في صدمتها لما شافت ماركوس اتقتل بشكل غريب. بعد الصدمة دي الاتنين غطوا جثته وحطوها جوه التريلا علشان يقدروا يدفنوه بشكل لائق لما يرجعوا البيت. لكن ليز لسه مصدومة من اللي حصل وقالت انها كانت بتتمنى تكون في مكان تاني. نينا فهمت اللي حصل بينها وبين خطيبها، لكن رغم انها غضبت من البنت
عرفت إنها محتاجاها علشان تخرج من المكان ده. نينا رجعت لكابينة التريلا وحاولت تتحكم فيها علشان توصل للطريق الرئيسي. ليز كانت بتساعدها توريها الطريق، لكن بعد شوية فتحت علبة تانية من السائل الأحمر اللي لقيته في الكوخ. في الوقت ده ظهر كريج قدام ليز، سألته كان فين كل الوقت ده، لكن الولد تجاهلها وقال لهم إنهم ممكن يهربوا من المكان ده لو دخلوا حجرة الشحن في التريلا. وبسبب حبها السري لكريج وتأثير التريلا عليها، ليز وافقت ودخلت حجرة الشحن معاه. لكن لما الباب اتقفل بيتسمع صرخات ألم من بره. نينا سمعت الصوت، البنت خرجت من الكابينة وراحت تشوف ايه اللي حصل، لكن بدل ما تلاقي ليز لقت كريج اللي كان بيتصرف زي ما يكون مفيش حاجة حصلت. البنت اتضايقت لما شافت خطيبها تاني، لكن هو ما قالهاش أي تفسيرات وحاول يقنعها تدخل حجرة الشحن هي كمان. نينا كمان باين عليها إنها وقعت تحت تأثير كريج وقررت تستجيب لطلبه، لكن قبل ما تدخل شافت القميص الأحمر اللي عليه بقع دم كريج على الباب، واستغربت من ان دراعه دلوقتي سليم تماما، وشافت ان في حاجه غلط في تصرفات كريج. نينا زقته جوه حجره الشحن وقفلت الباب من بره وحطت عليه القفل كمان، وبعدين رجعت للكابينه ودورت التريلا ورجعت للطريق الرئيسي. بعد ما مشوا شويه نينا قلقت على كريج وراحت تشوف حجره الشحن. لما قربت سمعت صرخات خطيبها بيقول لها تفتح الباب والا الجرح اللي في دراعه هيسوء اكتر. نينا اتاثرت بكلامه، لكن لما شافت تانك البنزين لاحظت ان السائل الاحمر بيتسرب تاني. البنت قررت تبص جوه التريلا واخيرا اكتشفت سبب التسريب. الوقود اللي التريلا بتستخدمه مش بنزين، لكن سائل مكون من بقايا ضحايا التريلا. بعد ما بيتقتلوا اجسادهم بتتحط في مكنه، ومزيج من الدم والاجزاء من الجسم بيغذي موتور التريلا. نينا كانت مصدومه من المنظر المروع ده وخرجت من حجره الشحن ورجعت للكابينه. بدات تسوق التريلا باقصى سرعه ممكنه لحد المدينه، لكن اثناء ما هي بتسوق الراديو اشتغل لوحده، ومن ورا الكرسي ظهر كريج وليز. الاتنين كانوا تحت تأثير التريلا تماما، هجموا على نينا. البنت حاولت تقاوم، لكن ليز سحبتها الكرسي الراكب، وكريج سيطر على الدركسيون وزود السرعة ناحية عربية عيلة على الطريق. لحسن الحظ نينا كانت شايفة المفتاح الفرنساوي اللي لقيته قبل كده واستخدمته علشان تضرب ليز وتخليها تفقد الوعي. بعدين حاولت تهاجم كريج، لكن هو كان أقوى وزود السرعة ناحية العربية. ورغم محاولات نينا التريلا صدمت العربية وخلتها تتحطم وتخلي كل اللي جوه يموتوا. وبعد ثواني ليز رجعت لوعيها، هاجمت نينا تاني، لكن البنت قدرت تدافع عن نفسها المرة دي، وبعدين زقتها بره التريلا. وزي العيلة اللي كانت جوه العربية، ليز بقت ضحية تانية للطريق، واللي خلى كريج غضبان جدا. رغم كده نينا بدأت تضرب كريج وتديله بالشلاليت علشان تجبره يوقف التريلا على طول، والتريلا فعلا فرملت بشكل مفاجئ، واللي خلى نينا تتصدم في التابلو وتفقد الوعي. دقايق بعد كده والبنت صحت في الكابينة، لكن باب السواق كان مفتوح ومفيش أي أثر لكريج حواليها. بعدين استجمعت قوتها وخرجت على الطريق لحد ما لقت خطيبها وبيسحب جثة ليز لحجرة الشحن. بعد ما البنت اتقتلت قرر يحطها في المكنة علشان يدي التريلا وقود أكتر. قبل ما يعمل كده طلب من نينا تساعده، لكن هي رفضت. كريج قال لها انهم لو اتحدوا مع التريلا هيكون عندهم فرصة انهم يحصلوا على كل حاجة هم عايزينها. قدام العرض ده نينا وافقت على كلامه وساعدته يحط جثة ليز جوه المكنة. لكن لما جاء دورها تدخل البنت قالت عليه مجنون وزقته جوه وحاولت تقفل الباب من بره. للأسف هو قدر يخرج قبل ما الباب يتقفل وسحب البنت جوه، وبعدين ضرب دماغها في حديد التريلا. الضربة دي خلت البنت مشوشة، وكريج قرر ياخدها للمكنة علشان تبقى وجبة للتريلا. المجرم حمل جثتها للمكنة، وزي ليز نينا هيكون مصيرها زي مصير الضحايا التانيين. باين كده ان دي نهاية البنت، لكن في اخر لحظة البنت قاومت وداست على وش كريج ومسكت حديد علشان تضربه. بفضل كده نينا كسبت وقت كفاية علشان تقدر تخرج من حجرة الشحن وتهرب في الغابة، ومشيت من غير ما تعرف تروح فين. لكن كريج رجع لوعيه وبقى غضبان اكتر من الاول وقرر يمسكها. وبعدين نينا كملت هروب وحاولت تعمل اقل صوت ممكن علشان ما تجذبش كريج، لكن برضه هو لقاها ورماها على الارض. ضربها في بطنها وحاولت تهرب تاني، لكن المجرم قدر يمسك الشنطة اللي كانت ماسكاها وشدها ناحيته. في الوقت ده الاتنين كانوا بيستخدموا قوتهم ووقعوا الشنطة على الأرض، ونينا لقت المسدس اللي ماركوس كان شايله. بكل قوتها قدرت تمسك المسدس ووجهته ناحية كريج، واللي كان ماشي ناحيتها يحاول يقنعها تنزل السلاح. نينا اترددت في الأول، لكن لما كريج قرب منها البنت ضربت النار عليه. كريج بقى حر من سيطرة التريلا، لكن نينا ما كانتش ناوية تخاطر وفرغت المسدس كله في خطيبها. كريج وقع على الأرض ميت، ونينا بكت لأنها اضطرت تقتل الراجل اللي بتحبه. بعد الفوضى دي رجعت للطريق وشافت التريلا واقفة، لكن بعد كده ظهر 2 ماشيين ناحيتها. نينا حاولت تمنعهم لأنها عارفة إنهم هيبقوا الضحايا الجداد،
لكن مفيش فايدة، والاتنين المجانين راحوا مع التريلا اللي كانت ملبوسة بروح سيربروس. ولما الليل بيجي نينا رجعت لمكان الحادثة ولقت في وسط الحطام جردل المية وبطانية وكرسي. من غير ما تعرف تروح فين البنت أخدت الإمدادات دي واستنت المساعدة. وفي نفس الوقت قطار الأسفلت كان مسافر بكل غضب بيدور على وقود أكتر وأكتر. ودي نهاية الفيلم، ونتقابل في تلخيصة جديدة، وشكرا للمشاهدة.